أنباء عن خلاف بين السعودية وجارتها وحليفتها الإمارات. فما سبب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط؟ يقول الكاتب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يتحدث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان منذ 6 أشهر، على الرغم من الصداقة القوية التي نشأت بينهما منذ 7 سنوات، وشهدت تخييما وصيدا بالصقور في الصحراء. ويضيف أن تقريرا إعلاميا أمريكيا كشف هذا الأسبوع عن تفجر خلاف مرير بين قادة المملكة والإمارات بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ما أثار مخاوف من أن يتحول التنافس بينهما إلى عداء معلن. ويزعم التقرير أن ولي العهد قد هدد بفرض حصار كالذي فرض على قطر على الإمارات خلال إحاطة غير رسمية مع المراسلين السعوديين في ديسمبر كانون الأول، محذرا: سيرون ما يمكنني فعله. وعلى الرغم من سعي المسؤولين السعوديين والإماراتيين إلى التقليل من التفاصيل المثيرة في التقرير والإصرار على أن العلاقات بين البلدين قوية، شدد مصدر مقرب من القيادة السعودية على أن التنافس بين الحلفاء المقربين ليس بالأمر الجديد، مشيرا إلى أن الشراكة العاصفة أحيانا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وينقل الكاتب تصريحا لمسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال قال فيه: هذان شخصان طموحان للغاية يريدان أن يكونا لاعبين رئيسيين في المنطقة، مضيفا أن الخلاف بينهما ليس من المفيد لنا.